Action 2 minutes avant qu'il faut checker. Mais après, c'est comme السلام ça. عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريح خطير من كيليان امبابي يفاجئ المنتخب المغربي ويكشف ما فعله معه لامين يامال بمباراة أسبانيا بسبب المغرب. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب للمنتخب المغربي اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. بعد فوز المنتخب الأسباني على فرنسا وصعود لامين يامال ورفاقه إلى نهائي كأس العالم. وفي تصريح خطير من كيليان امبابي، صرح كيليان امبابي وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة سبورت الفرنسية وقال: كانت مباراة أسبانيا من أصعب المباريات التي خضناها، ليس فقط بسبب قوة المنافس ولكن بسبب موقف غريب حدث لي من لامين يامال قبل انطلاق اللقاء ولن أنساه أبدا. قبل بداية المباراة بدقائق جاء إلي لامين يامال وصافحني بكل هدوء، ثم اقترب وهمس في أذني قائلا: أنا لست أسباني، أنا مغربي، واليوم سأخذ حق المنتخب المغربي الذي تآمرتم عليه لإخراجه وإقصاؤه من البطولة. صدمتني كلماته كثيرا ونظرت إليه باستغراب، قلت له: ماذا تقصد؟ لقد لعبنا أمام المغرب وفزنا، لكنني لا أعلم شيئا عن أي تآمر تتحدث عنه أو كيف يمكن أن يكون قد حدث. أعلم أنني شاهدت في مناسبات عديدة جدلا كبيرا حول بعض القرارات التحكيمية التي شعر كثيرون بأنها لم تكن في صالح المنتخب المغربي، وسمعت الكثير من النقاشات حول ذلك، لكننا كلاعبون لا علاقة لنا بمثل هذه الأمور، فنحن ندخل الملعب لنلعب كرة القدم فقط. قلت له أيضا إن المنتخب المغربي يملك إمكانيات كبيرة وكان قادرا على الذهاب بعيدا في البطولة، لكنني لا أعرف ما الذي حدث لهم بالتحديد ولا أستطيع اتهام أحد. لكنه قاطعني وقال بثقة: سنفوز عليكم اليوم وسأخرجكم من البطولة وسنفوز باللقب وسأهدي هذه البطولة إلى المغرب. وللأسف وبعد صافرة النهاية تحقق ما قالوا، فقد تمكن المنتخب الأسباني من الفوز علينا وإقصاءنا من البطولة. لا أخفي أنني حزين للغاية بسبب الخروج من كأس العالم، لكن أكثر ما بقى في ذهني هي تلك الكلمات التي قالها لي لامين يامال قبل المباراة. لقد كانت لحظة لن أنساها، وما زلت أتساءل عن سبب قوله ذلك وعن الرسالة التي كان يريد إيصالها. في النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك جديدنا.